أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي لكرة القدم نجح في إيجاد مشتر لطائرته الخاصة بعد أشهر من عرضها للبيع. وعرض كريستيانو رونالدو طائرته الخاصة للبيع في سبتمبر الماضي برغبته في شراء طائرة بمواصفات أفضل. وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن رونالدو توصل بشكل نهائي لمشتر لطائرته الخاصة من طراز جولستريم جي 200 والتي لا يوجد منها إلا 205 قطعة حول العالم. ووفقا لما نشرته صحيفة الكتالونية فإن طول الطائرة يبلغ 7.4 متر وعرضها 2.19 متر بينما يبلغ الارتفاع 6.53 متر. كلفت الطائرة كريستيانو رونالدو عند شرائها في عام 2015 مبلغ 20 مليون يورو، ولكن المبلغ الذي باعها به في 2023 غير معروف حتى الآن. هذه الطائرة كانت تتسع إلى 10 أشخاص بالإضافة لوجود مقصورة عالمية، أما سرعتها القصوى فكانت تصل إلى 560 ميلا في الساعة. بالإضافة إلى ذلك كانت طائرة النجم البرتغالي تتميز بتفاصيل أخرى، كونها فسيحة للغاية وبها ثلاجة وجهاز ميكروويف وفرن كهربائي وخدمة إنترنت واي فاي وهاتف ونظام وسائط متعددة. يذكر أن كريستيانو رونالدو 37 عاما انتقل إلى صفوف نادي النصر في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي. المصدر: وسائل إعلام.